السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة وصفات هندوشة. اليوم غادي نشوفوا مقروط ملوي طايب في الفرن وكيدوب في الفم وبشكل جديد كيف كتشوفوا في الفيديو. نتمنى انه ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليوا له لايك وبارتاج عبر مواقعكم الاجتماعية، والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو. ويلا نشوفوا المقادير. اولا كنضيفوا قبصه من الملح وملعقه من السكر على كيلو من السميد المتوسط لا سمول موين. كنضيفوا لها كاس تقريبا غير مملوء جيدا من الزيت، وايضا كاس مملوء جيدا من الزبده المذابه ما يعادل 160 ملل. فالمقادير مضبوطه على لائحه المقادير. فكنبسبسوا الكل جيدا، كنحكوا السميد بين اليدين ديالنا جيدا باش تلبس كل السميده بالدهنيات اللي هي الزيت والزبده. بالنسبه للزبده من بعد ما كندوبوها فكنخليوها حتى كتنزل الزيت على الحليب، وكناخذوا غير الزيت الموجود على السطح كيف ما هو موضح على الشاشه، لان الحليب الموجود في الزبده ما كيخليش السميده ديالنا تلبس مزيان بهذاك الزيت وتجي كتذوب في الفم. وهذا هو كنظن ان هذا هو السكري اللي هو السر باش المقروط ديالنا كيجي كيذوب في الفم، اننا ما نوضعوا له حتى قطره من الماء منين كنكونوا كنبسبسوه. كنخليو السميد يرتاح يتشرب الزيت لمده 20 دقيقه حتى نص ساعه، واذا كان الوقت فليمه ليله كامله. ومن بعد كندوزو كنحضروا التمر ديالنا. كناخذوا معجون تمر تقريبا 400 حتى 600 غرام. كنحتاجوا من بعد ما كنفرتوه كنحتاجوا له ملعقه من الزبده، ملعقه كبيره غير مملوءه، وايضا ملعقه كبيره من القرفه، وايضا ماء الزهر. فالماء الزهر كنضيفوه بالتدريج على حسب معجون التمر. اذا كان طري فكنضيفوا كميه قليله كنسموه، والا كان ناشف كيف كتشوفوا انا عندي شويه ناشف فانا ضفت له ماء الزهر ووضعته قليلا في الميكروويف لمده دقيقه غير باش يرطب معايا، وكنعجنوه جيدا. كنقسموه الى قسمين وكنخليوه جانب. وبالنسبه للسميد فغادي ناخذوا الماء اللي كنوضعوا فيه ماء الزهر هكذا باش نسمو العجين ديال المقروط وكيجي من السم والليد. وكنبداو كنضيفوا بالتدريج وكنحركوا غير بالاصابع كيف كتشوفوا في الفيديو، ما كندلكوش في العجينه، كنحركوها غير بالاصابع حتى كتشرب مزيان الماء. بالنسبه للماء فانا استعملت تقريبا 240 ملل حتى 250 ملل، ما يعادل زلافه او وعاء من الماء ما بين الماء وماء الزهر. كنضيفوا بالتدريج على حسب نوعيه السميد حتى كنحصلوا عليه بهذا الشكل. نخليكم مع الصور. ومن بعد كناخذوا ورق الزبده او بلاستيك اللي كيكون كبير، كنوضعوا في الوسط ديالو القطعه من معجون التمر وكنسرحوها جيدا حتى كنحصلوا على مربع او مستطيل كبير الحجم، وكيكون رقيق في القطر ديالو. نخليكم مع الصور. ونفس الشيء غادي نديروا القطعه ديال السميد، كنسرحوها غير بشويه حتى كنحصلوا على مستطيل اللي كيكون تقريبا بنفس الحجم ديال معجون التمر، ولكن ما يكونش غليظ في القطر ديالو، كيكون عادي حتى هو رقيق نوعا ما. ومن بعد غادي ناخذوا القطعه ديال معجون التمر كنوضعوها على القطعه ديال السميد او معجون السميد. على هذه الطريقه كنحاولوا اننا نحيدوا الجوانب اللي ما وصلهاش التمر هكذا باش ما نضيعوش في العجينه ديال السميده، وكنضيفوها للعجينه الاخرى
بهذه الطريقه. وايضا الجوانب اللي كنشوفوا انهم ما وصلهمش التمر فيمكننا نوضعوا لهم تمر بهذه الطريقه. ومن بعد مساعدة الورق ديال الزبدة كنبداو كنلفو غير بشويه، يعني ببطء، وحنا ما كنبسطوش بزاف العجينه، ما كنتكوش عليها، ولكن غير كنخليوها انها كتلوى وحنا كنساعدوها بيديداتنا. ونفس الشيء الا كنتم مستعملين كيس بلاستيكي. من بعد ما صوبناها مزيان حتى ولا الشكل متساوي، فكناخذوا سكينه وكنقطعوها. فانا اختاريت انني نقطعها لكم بهذا الشكل على شكل مثلث باش يجي المنظر مغاير وشكل زوين. فيمكن لكم تقطعوها مثل المقروط العادي، ويمكن لكم تقطعوها مثل المقروط ولكن رقيقه قليلا مثل الشكل الثاني اللي غادي نحضروا لكم من بعد هذا. فنخليكم مع الصور. بالنسبه الى شطوا لكم الزوائد، فيمكن لكم تفرقوا السميد على المعجون، والسميد يعني العجينه ديالكم كتردوها مع العجينه الاخرى هكذا حتى حاجه ما كنرميوها. و المقروط كنوضعوه في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. وبالنسبه للشكل الثاني فغادي نعمل نفس الطريقه، ولكن هذه المره غادي نلف حتى للنصف ونقطع العجينه ديالي باش كيجيوني مقروطات صغيورين وملفوفين بهذه الطريقه. نخليكم مع الصور. وحنا كنقطعوا ببطء، ما كنديوش وكنجيبو كندخلوا السكين في خطره هكذا باش ما تهرسش معنا العجينه، ونبقاو مستمرين حتى كنكملوا كل العجين ديالنا وكنوضعوه في لاطه اللي غادي يدخل الفرن. الفرن كيكون ساخن على درجه 200 درجه، والمده ما بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه على حسب كبر وايضا الصينيه ديال الفرن واش مملوءه بالمقروط او لا. المهم ما بين 30 35 دقيقه على حراره عاليه 200 درجه حتى ياخذ اللون الذهبي، وكنخرجوه ونوضعوه في العسل اللي سبق لي احضرت لكم طريقه التحضير ديالها البارح. فالرابط غيظهر لكم على الشاشه وتلقاوها في صندوق الوصف. الا مازال ما تفرجتوش الطريقه فهي طريقه سهله وسريعه التحضير ومضمونه، اللي انا كان نعتمد عليها هذه سنين وسنين. طريقه رائعه وسهله التحضير ومضمونه. ومن بعد ما يبقى لكم غير تخليوه في العسل. فبالنسبه لي فانا كنخلي المقروط في العسل لمده طويله، بعد الخطرات 20 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى كيبرد تماما في العسل وكيتشربوا. من الاحسن كتوضعوه في وعاء اللي كيكون كبير، كتوضعوا العسل هكذا، ما كتضطروش انكم تحيدوا بسرعه المقروط باش توضعوا الكميه الاخرى من المقروط. كنوضعوهم يتكثروا جيدا ونوضعوهم كنحتفظوا بهم في علبه محكمه الغلق. ومن بعد ما عليكم غير تقدموه بالصحه والراحه. فانا غادي نحلو لكم من الداخل باش تشوفوا كيف كيجي رائع ولذيذ بزاف، كيدوب في الفم، رائع بزاف. والاحسن من ذلك صحي احسن من القلي، كيجي تماما بحال اللي قليناه واحسن
احسن ويعني واكثر، ما كيجيش كيقهم بحال المقروط اللي كنقليوه في الزيت. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم كيف دائما ما تنساوش جيم ولايك للفيديو والاشتراك في القناه هكذا باش توصلوا بكل جديد الوصفات. وللمزيد من الشهوات الخاصه بشهر رمضان والحلويات ايضا، فالروابط تلقاوها على الشاشه، وايضا تلقاوها على قناتي اللي ما عليكم غير بالضغط على الزر الاحمر باش تدخلوا للقناه وتشوفوا جميع الوصفات. وانا نضرب لكم موعد في الحلقه القادمه مع وصفه جديده وعلى نفس القناه. نهاركم مبروك.